انه افضل اوكا ولا دي اكا كضمان صحي للاسنان؟ انا بقول لك اثنيناتهم نفس الشيء لانه اثنيناتهم جيزيتسليش يعني تابع للدوله. اذا بدك ضمان صحي يشمل لك طرق مختلفه من العلاج بمجال الاسنان، فبدك ضمان صحي يكون بخيفات او خاص. والضمان الصحي الخاص فيك تسجل فيه تحت شروط معينه. لنفرض راتبك ما بصير يقل عن 3000 يورو بالشهر بخوته. طبعا هالشيء بيحدده الضمان الصحي لما تروح انت تسجل فيه. اما بالنسبه للأوكا ولا دي اكا، فانا بقول لك غمض عيونك واختار اللي قلبك بيرتاح له، لانه ما بيفرقوا عن بعض بشغلات كبيره الا بشغلات بسيطه جدا. يعني ممكن لنفرض الأوكا يقول لك انا بدفع لك لتقليح الاسنان مره او مرتين بالسنه، الدي اكا ممكن يقول لك 3 مرات بالسنه. فالفرق مو كتير كبير بيناتهم. يعني الأوكا ما بدفع لك مثلا لشغله تكاليفها باهظه وعاليه، والدي اكا ما بدفع لك إلها او العكس، وانما الفرق بشغلات بسيطه جدا. فكل ضمان صحي فيه له ميزاته وسيئاته، فبنصحك تغمض وتختار اللي قلبك بيرتاح له، ما في فرق ابدا.